الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما عذب بي تخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قد هي أن أتبعا على الذي ما بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هجر للمدينة بأمر ربي فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى شفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم أتى وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعٍ وعن شكرك لا أريم من جذبتني إليك يا معين عداية منك إلي لتعين فقمت معزوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداه والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا يسعوا فيها سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا خلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي
منك أرام اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنادي المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غفر الذنوب يا قريب إني عبيد وهنا غريب لأب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخدم في المقاسم ولسوي الدين بجاه قاسم ولكسفا إلى الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوء خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترخية خفية ببنته رقية صفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجود ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه وليستجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختراع وخرر وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اعترار وخرر ونجني ربي وأهل الدار ولا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتخ جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكفي عنا الحين يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرى ممن على جملة عجم وأعراب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه
واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليها خير منى وآملي يا من علا عن المكان والعراض إني ساكن هنا وبي مراد فكن أنيسي وسني من السقم حتى أكون ذلك خير لقم فكن أنيسي واسفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني عسى الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من علا عن زوجة وعن ولاد حدني وحود جميع أهل ذا البلاد واجعل إلهي مسكني تباء أباد مثل اسمها بجاه خير من عباد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي صلاة وكل من خدمني أو زارا ونجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقل قلبه يا ربيا وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء وتكف عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دهر أذى شيطاني وحد به الباغين في الأوطان وتكف عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرفه سريعا إذ يريد وتصرف الجملة ما يفسد عنه يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثابتنه بالهادي وفي وأعلمي وأعلمن يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا خيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب
إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر الخيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن واتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسماء بظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل للنجاة وفلاح ووفقنا للصواب والصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفينا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سماء وهب لنا تيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاه من ولي فيه فرمنا مثله ولم نجي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أفضل الذي أتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا ولهوا وتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دابا أغننا يا مغني يا اللهم مغفرتك المؤملة أزع من ذنوب عاصم وإله يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل حين ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكل لاعب
فإننا وإن تجرعنا فلا نرجو سواك كلنا تفاضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول بظاهر وباطن وبالغبور وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وارزق قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء وانجراد مانعا وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حد يا سلام وسكن نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر القلب وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل وصحبي وشهر رجبي جلي بتقديم وتصديق بحرمة المقدم صديق وليجود بحق وتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليجود بالحق والتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي قبلي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين معا حرمة كل من إلى صحب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع زوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما
يزوره من مالك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ من عسري عن بك يا معيذ وتكفني جملة ما أعوذ من عسري عن بك يا معيذ فتجمع البين هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكلما عنك يعوق يا بديع فتفرخ البين وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم خدا لملا وأنت ربي الوكيل فأنت حادي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حافي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حافي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حافي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حافي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حافي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حافي فلا أقاطع مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حافي فلا أقاطع أنت الذي لمحبك هداه فأنت حافي فلا أبغي سواه فاحمي حمايا ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظهر كل حين وتكفنا يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي طجع وذي خيام وشر من ينفذ في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا واقدا ونبثا وصارخا عائلا وساحرا وطارقا
والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلاد وشر كل والد وما ولد وتكفنا شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل صارخ وكل أرذل وكل فاضل وكل قاحر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر نائم والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أباد وطهر القلب وصحه الجسد وهب لي الخيام في الليالي وصوم بالنهار بالأكمال وهب لي الخيام في الليالي وصوم في النهار بالأكمال وقليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكلوا وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب عتاقة ونورا فالصراط ياسر المرورا وأبلي ذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي فاسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على شتالي والنفس والخلق مدى الأثمان ولي في دارين كل معاتا وفيهما لي لا تزل ملاسا وصفيني قلبا وقلبا وليهب ترخية وحوبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي حفيظ حاميا فحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما
وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومصحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك المسالك الخلاص وتكفيني عن جملة المعاصي وبسلك النار بتاريخ الأولياء النجباء المخلصين لا سيان وبسلك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين لا سيان وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أضررا وتثبت الحبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا طلعة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقابح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران ورضوانا والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم وطوف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفضل والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لمن نصاب ومن جوى ومن غرام ووصاب وعملي عن كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا
أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه على الأرض رزق وأمان ورحمة وساعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى ادفع كل ذو عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانوا على بنائها الذي بفعلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير راكنا وتجعل الهداة الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال بالعسر واليسر على توالي وليجود فيه بعلم ينفع ورفعة السيت بقلب يخشع وليها فيه دعاء يسمع مع القناعة بناس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبل الكنف سيرك أباد علي ما جملة أهلي يا سمان واضرب سرادقة عيثك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنوني عيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكني على المسكن الغفراني والرشد والعرفان والرضوان
ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دابا مسكن تعلم وموضع الفكرة والتفاهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور وافي عنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسن واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسن وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في دهوري وانفي الوباء والبلاء كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريمنا منا وكن بحيضه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست وافها عن الآفات حدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم آلي والولاء ومسكني لك وديعة النبات وهكذا دنياي مع أخرايا فيهما عني في الرزايا واضرب عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربه في الطين أو في الدين والأجانب وليكن حسنا عذابا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وليكن حسنا ودابا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليها حسن الختام عندك وتصرف في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وتصرف في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإن